السلام عليكم البنات. اليوم جبت لكم حلوة العيد بعجينة واحدة تخرج لك 4 أنواع بأذواق مميزة. شوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا عندنا علبة تاع 500 غرام تاع مارغرين، استعملت هنا لابيل بحرارة الغرفة. عندنا كيلة، هذا صابلي الكيلة. عندنا كيلة سكر كلاصي ماشي معمرة، خلطوا. عندنا هنايا 4 بيض وحدة صفر، خلطوا كلش على مرة واحدة. نضيفوا لافاني هنايا مع البيض والزيت، ومن بعد نضيفوه بالتدريج. نروحو نخلطو بالباتر، واللي ما عندهاش الباتر تخلط غير بيدها وتعطيك نفس النتيجة. خلطو مليح حتى تجانس كاع المكونات مع بعضها. وهنا نضيفو عندنا نص كيلة تاع الزيت، نعبرو بنفس الكيلة تاع لابيل. الزيت نديرو نصف كيلة وندخلو الزيت بالتدريج في العجينة هكذا باش الزيت ما يخرجناش من بعد كي نكملو الحلوة ديالنا. بعد ما يخرجناش الزيت في العجينه نضيفو الزيت بالتدريج باش ندخلوه مليح في العجينه تاعنا بهذه الطريقه. هنا ضفت كيلة، نصف كيلة عفوا، مايزينا. بعد هنا هذا العجينه نقسمها على 4. عندنا ذوق الليمون هنايا، نقسمها على 4 العجينه. درت زز تاع الليمون وندير الذوق تاع الليمون بهذه الطريقه. وغادي نلموها نخلطوها بالملعقه ونلموها بالفرينه. نلموها بالفرينه. هاد الفرينه هنا غربلتها وراني نستعملها. نضيفو بشويه فرينه وهنايا نسيت نصور لكم خماره تاع الكاطو. ديروا هنا مع الفرينه نصف ملعقه خماره تاع الكاطو، ولموا العجينه لموها طريه بهذا الشكل، تجينا طريه العجينه ما نيبسوهاش باش هكا الكاطو تاعنا يجي شباب. نديروها في كيس بلاستيكي ونخليوها على جنب، ونروحوا نكملوا باقي الانواع ولا الاذواق اللي عندنا. هنايا غادي ندير ذوق الفراوله، نضيفو ذوق الفراوله ونخلطو، ومن بعد نضيفو الفرينه نلموها بالفرينه عادي ونخليوها طريه. هاد الكميه اللي درنا تاع العجين تخرجنا 100 حبه، في كل نوع خرجنا 25 حبه هكذا باش نديرو كميه كبيره ان شاء الله. ديروا عجينه واحده نخرجوا 4 انواع، وحنا كملنا كاطو تاع العيد ان شاء الله. هنا نلمو بالفرينه، هنا ديروا نص مغرف صغيره تاع الخماره تاع الحلوه مع الفرينه ضيفوها. وبهذه الطريقه نفس الطريقه نلموها ونديروها في كيس بلاستيكي. ونروحوا للنوع الذوق الثالث تاع العجينه اللي عندنا. هنا غادي ندير الكراميل. هنا ما صورتش التصوير كانت نحالي. درت ملعقه من الكراميل تاع الكابريز ودرت الذوق تاع الكراميل وخلطت. وهنا بنفس الطريقه رايحين هنايا درت ملعقه تاع الخماره، نصف ملعقه صغيره تاع الخماره اللي قلت لكم عليها مع الفرينه. درت ذوق الكراميل ودرت مغرف معمره مليح تاع الكابريز. هنا كانت تصوير نحالي نقول لكم واش درت. هذا ذوق الكراميل. هنايا نلمو العجينه بنفس الطريقه ونخبيوها في كيس بلاستيكي ونخليوها طريه هذه تاع الكراميل بالك وتيبسوها. ومن بعد نروحوا للذوق تاع الشوكولا. درت ملعقه كبيره تاع الشوكولا الطري، سلها نص كاس تاع كاوكاو مرحي محمص ومرحي. ورايحين نخلطو بالملعقه بنفس الطريقه ونضيفوا الفرينه كنت غربلتها من قبل. مع الفرينه نضيفوا نصف ملعقه تاع خميره الحلوى ونلموها نفس الطريقه ونخليوها طريه. وهنايا ضفت لها ملعقه تاع الكاكاو بني هكا باش يعطينا اللون
باش يعطينا اللون اكثر. هذه الملعقه ونخليوها بنفس الطريقه طريه حتى هي العجينه ما نيبسوهاش. هنا نعرفوا العجينه كيلمسوها باليد اللي الاخرى ماشي اللي خدمنا بها، كي ما تلصقناش في اليد هذيك هي العجينه راهي مليحه. هنا درت كل مول مع الشكل، كل الشكل تاع ليمون مع الشكل راني حباته تاع الكاطو. ماشي شرط تقيدوا بهاد الاشكال، كل واحد يدير الشكل اللي عنده واللي يحبه. هنا دائما كي نستعملوا العجينه نحلوها بالحلال، نديروها في كيس بلاستيكي. هاد الكيس تاع الديول نستحفظ بيهم، ومن بعد كي نحب نورق هكا الحلوى ولا نستعملهم. نديرو كيس من التحت وكيس من الفوق هكذا ونطبعو. هنا نحاولوا ما نحلوش الحلوى رقيقه باش من بعد ما تفتتش معانا كي نجيو نرفدوها. هكذا نطبعو. هاد الحلوى تجي بنينه بزاف، فيها الكاكاو وفيها الشوكولا، تجي بزاف بنينه. هنايا نرفدو الحبات ديالنا نديرهم في صنيوه. هاد العجينه خرج لي 25 حبه، يعني خرج لي 50 حبه. كي نلصقوا الحبه مع اختها تخرج لنا 25 حبه. خرج لي كميه الله يبارك. هنا من الافضل هكا نحيو بالموس، نديرو في الفرينه باش ما يلصقناش ونحيو به العجينه تاعنا افضل. يعني طريقه سهله. هاد الصنيوه خرجت لي صنيوه، مازال باقي لي العجينه، كملوها مع بعض ان شاء الله. هنا نروحوا للنوع الثاني، والنوع تاع الفراز بدوق الفراوله. نفس الطريقه نحلو العجينه ديالنا فوق كيس بلاستيكي ونقطعو. وهنا ماشي شرط نتقيدو بهاد الاشكال، اي شكل عندك تقدري تخدمي به. ونطبعوها هكذا. كي نحلو في كيس بلاستيكي ما تلصقناش العجينه، وما نبقاوش نضيفو في الفرينه باش العجينه ما تجيناش يابسه. ومن بعد هاد الطريقه نسيت كيفاش نقصكم في الفيديو هذا، عفوا باش ما يجيكمش طويل. نسرع لكم في اللقطات هكذا باش الفيديو ما يجيكمش طويل بزاف. بهذه الطريقه نكملوا كاع من الحبات اللي عندنا. كل نوع من هاد الانواع خرج لي 25 حبه. بهذه الطريقه نروحوا للنوع الثاني، هو درناه بذوق الليمون. نفس الطريقه نفتحوا العجينه ونسخنوا الفور تاعنا من قبل على 170 درجه، ونطيبوا الحلوى ديالنا غير من التحت، ما نشعلولهاش من الفوق. تحمرنا من التحت نحيوها. هذا تاع الكراميل بنفس الطريقه نفتحوه حتى هو ونديموليوه. الله يبارك، خرجنا كميه كبيره. هنا نروحوا للكريمه الزبده باش نفرسيو هذا الكاطو تاعنا. عندنا هنايا 250 غرام كريمه زبده. انا استعملت اوبلين، درت لها 4 مغارف سكر كلاصي، ودرت لها 2 مغارف شونتيي. غنضيفوا لها 2 مغارف شونتيي بودره الشونتيي. انا ممكن تستعملوا اي زبده عندكم، ماشي شرط زبده اوبلين. هنا غادي نطلعوها بالباتور مليح. وعندنا 100 غرام زيت نباتي، نص كاس نضيفوه بالتدريج. طلعوها مليح بالباتور. واللي ما يحبش ذوق الزبده في الكاطو ولا في الحلويات ولا زبده كريمه الزبده يقدر يحشي بالمعجون فقط. يعني ماشي شرط اللي ما يحبش كريمه الزبده ولا ما يحبش يحشي فيها يستعمل المعجون. هنايا نهبطوا الجوانب ونضربوها مليح حتى تولي عندنا كريمه ناعمه وخفيفه. نضيفوا الزيت بالتدريج هكذا ندخلوه مليح. نروحوا هاد الكريمه نقسموها على 4. شوفوا الطريقه هذه، شوفوا الشكل تاعها تجي خفيفه بزاف. هنايا نقسمو على 4. ندير ذوق الشوكولا، وحدت فيها ملعقه كبيره شوكولاته الطلا عفوا، وكاس فول سوداني محمص ومرحي. هنا درت ذوق الليمون. وهنا غادي ندير ذوق الكراميل، عفوا ذوق الفراوله. هنا درت ذوق الفريز
ومن بعد نخلطهم طبعا بالباتور هادو باش نحشيو بهم. هنا هذه الكراميل اللي استعملتها كابري، استعملتها في العجينه واستعملتها في الحشو، ونضيفو ذوق الكراميل كذلك في الحشو. هذا هو الصابلي تاعنا. بعد ما خرجنا 100 حبه ما شاء الله. هنايا دوك هاد الكريمه تاع الشوكولا اللي درنا فيها الشوكولا فول سوداني نحشيو بها صابلي تاع الشوكولا بهذه الطريقه. وهاد الكاطو فيه كريمه الزبده، هذا من المستحسن والافضل نخبيوه في الثلاجه ما نخليوهش على برا. هذه هنايا عندي الكراميل، كريمه الكراميل هذا فايتين درتو هكا من الفوق. هذا واش كان عندي درت. تقدروا ديروا الكابريز مع الكراميل هذه، ديروا الكابريز في بلاصه الفايتين اللي ما عندكمش ماشي شرط بهذه الطريقه. ونديروها في الثلاجه. هنا عندنا هذا فوغاج تاع الفراز يجي بزاف بنين. غادي نديرو الكريمه ونديرو في الوسط هذا الفوغاج تاع الفراز ولا مربى الفراز فراوله. وكذلك نحتفظوا بها في الثلاجه باش لانه كريمه تاع الزبده ما تبغيش الحراره. وهذا هنا ذوق الليمون. هنايا درت الكريمه تاع الليمون اللي خدمناها مع هذا مربى الليمون. هنا تروحوا للكلاصاج. الشوكولا درنا شوكولا نوار ذوبتها، درت لها 3 مغارف الزيت وراني نكلاصي بها بهذه الطريقه ونخليوها تنشف. هنا التزيين عندي هاد الورقات هكا ينباعو عند مستلزمات الحلويات عفوا، لصقوها هكا بالشوكولا. هنا درت ذوق الكراميل مع الشوكولا بيضه ذوبتها، درت لها الزيت 5 مغارف تاع الزيت ولا 3 مغارف. هنا قعدت لي شويه ثقيله نزيد نخففها بالزيت هكا باش تكلاصي لي مليح ونكلاصي بها حبات تاع الكراميل. وهنا عندي هذا الورد يتباع عند هذا الورد هذا يتباع عند محلات حلويات. غادي نقلع منه هكا كما راكم تشوفوا هكا بالحبات ونضيف من الفوق. هذا الورد صالح للاكل يعني ينتكل هكا بالحبه هكا ونزين به الشكل بزاف بنين كما راكم تشوفوا هكا. ونديرها في الثلاجه تقبض روحها. هذا هو الشكل تاعها النهائي. هنا عندي ذوب شوكولا بيضاء درت لها هذا نكهه الفراوله فيها النكهه واللون، تعطينا النكهه وتعطينا اللون. وزينتهم هكا درت لها الزيت ذوبتها وزينتهم هكا بوردات. وهذيك العلبه تاع الحلويات تاع تنباع عند مستلزمات الحلويات نزينت بها وخلاص. هنا غادي ندير الطليه درت 2 مغارف زيت، 2 مغارف ماء زهر، 2 مغارف عصير الليمون. وعندي سكر كلاصي. السكر كلاصي من الافضل تغربلوه باش ما تكونش حبيبات. انا عندي ذوق الليمون وفيه الذوق الملون. نبقى نضيف السكر كلاصي من الافضل تغربلوه حتى نحصل على الطليه. انا الطليه درتها خفيفه بهذه الطريقه وغادي نطلي بها حبه الحلوى ديالي. ومن بعد نزينها بهذوك حبيبات تاع السكر تاع على شكل الليمون يتباعوا في المحلات. وهذه هي الحلوه ديالنا. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الحلوه وهذه الوصفه. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوناش بالجيم، راهي مفيد بزاف للقناه هكا باش الفيديو تاعنا يطلع هكذا. عفوا نقلصيوها مليح. وهاد الطريقه كي نقلصيوها هكذا نخليوها ليله كامله باش تنشف حتى تنشف مليح. نديروها في بلا هكذا ونخليوها وما نغطيوهاش ونخليوها حتى تنشف لنا مليح وتقبض روحها. واللي ما بغاش دير الطليه تجيب شوكولا بيضاء تذوبها ودير لها ملون اصفر وتقلصي بها عادي. وهذه هي الحلوه تاعنا والشكل النهائي تاعها جات بهذه الطريقه. زيناها بهذا التزيين كما راكم تشوفوا. ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. هي نقسم لكم حبات باش تشوفوا كيفاش جات الحلوه من الداخل. جات هشيشه وبنينه. وهذه ذوق الفراج جا بنين بزاف. فيه معجون تاع الفراوله جي بزاف بنينه وتاع الليمون تاني كلشي جاو بنان. هنا نقسم لكم تاع الشوكولا. هذا كي درناه التزيين من فوق هذاك ما يتكلش غير الديكور بهذه الطريقه. جات هاد الحلوه تذوب في الفم. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. تخليوا لي رايكم في التعليقات.
بهاد الطريقة. هاد الحلوى تاع الليمون جات تذوب تتفتت بزاف، يعني غير حاولوا معاها وكي تطبعوا بالطابع ما تطبعوش رقيق، طبعوا العجينة شوية خشينة هكا باش ما تفتتش معاكم. هذه تاع الكراميل اللي حشيناها بالكراميل، هذه تاع الفراز. وان شاء الله تعجبكم الوصفة، وخليتكم على خير مرة اخرى ان شاء الله، فيديوهات اخرى ان شاء الله رب العالمين. مع السلامة.